السلام عليكم الدراري المتتبعين ديال القناه. ونهضر اليوم غادي ندوي على واحد الموضوع جد خفيف على نعيمه البدويه والبلان اللي واقع لبنتها وديك القصه اللي كنشوفوا فيها. واخا هاد البلانات ما كنبغيش نطرق عليهم، ولكن عاجل انني نطرق عليهم. بقاو معنا حقيقه باش نكونوا عارفين قبل ما نطرقوا الموضوع. نعيمه البدويه واحد المراه اللي كتبحث غير على المشاهدات، كتبحث على البوز، كتبحث على الشهره. سالات الحفله ما كتاخذش المرأة بعين الاعتبار المشاهدين او بالاحرى الناس اللي كيتابعوا اليوتيوب. ومن الاغلبيه ديال الناس اللي كيتابعوهم غير الشيبانيات والعيالات الكبار اللي ما عندهم ما يدار، وصحاب التقاعد حتى هما ما نساوهمش، ودوك العيالات اللي ربات البيوت اللي الهم ديالها انها غير تزيد لهم المشاهدات. وبالنسبه لهاد المواضيع اللي كتناول نعيمه البدويه ما كيبان لي حتى شي موضوع اللي هادف او بالاحرى اللي غتطرق عليه. المهم القاصح غادي نعطيو ليها وغادي نطرقوا البلانات اللي كدير نعيمه البدويه في السوشيال ميديا وبالاحرى في المدينه ديالها. وتا حاجه ما نعيمه البدويه او بالاحرى اللي كيقولوا لها امي نعيمه هي واحد المراه كبيره في اللاج، كانت دارت البوزيامات انه كان كورونا فيروس. اغلبيه الناس شافوا ولاحظوا بان المحتوى ديالها غير هادف، كدوي غير على المعاطيق مع العيالات. وكنلاحظوا بان الاغلبيه الناس اللي كيتابعوها هما العيالات اللي عندهم الشيخوخه، قربوا يتوفاو انهم قربوا يمشيو لدار البقاء. مؤخرا وقع واحد البلان لمي ناعمه او نعيمه البدويه، هو ان البنت ديالها وقعات في محادثات مع الزوج ديالها، وبالاحرى وقعوا شي بلانات والناس تفاعلوا على الموضوع وخدوه بواحد الجديه. ولكن لاحظت بان نعيمه البدويه كتلوح الفيديوهات مع واحد السيده اللي صراحه كاينه في فرنسا، متفقه هي وياها انهم كيديروا البوز بعضياتهم وكيجمعوا المشاهدات. باش نطرقوا او بالاحرى نناقشوا هذا الموضوع، حطينا واحد الاحداثيات او بالاحرى حطينا بلانات. شفنا بان نعيمه البدويه او بالاحرى امي نعيمه طرقات المواضيع هي والزوج ديالها، وانها كتعيق على المشاهدين الفيديوهات انها شرات ولبسات ومشات دارت حتى هي يا هوليوود سمايل. والراجل ديالها الراجل الشيبانيه راه واحد العمر ديالو تقريبا فوق 60 سنه، حتى هو لاحظنا انه كيساعد نعيمه البدويه انها تظهر في السوشيال ميديا بدون ادنى حياء. وبالنسبه للمراه اللي كتبلغ في السن ديالها 63 سنه او 65 او انها غاده ل 70 يعني قربات تمشي لدار البقاء، لاحظنا بان المحتوى ديالها اللي غير هادف، السبال المعاطيه. وواحد الوقيته كانت نوضاتها مع ندى حسي، داروا بلانات انهم كانوا متفقين انهم يهزوا البوز بعضياتهم. والقناه ديال نعيمه البدويه واحد القناه اللي صراحه مملوءه بالمشاهدات الغير هادفه. شفنا بان العيالات الكبارات في اللاج كيتبعوها وما كاين حتى شي محتوى لانك غتستافد منه. دارت بلان ان البنت ديالها والواقعه اللي وقعت لها انها باش تجر تعاطف ديال المشاهدين او بالاحرى الناس اللي غادي يتبعوها غيقولوا نعيمه البدويه انها عندها موضوع اللي مهم او بالاحرى غادي تخلي الناس انهم يشاهدوها ويتعاطفوا معها. ولكن هيهات ثم هيهات نعيمه البدويه طالقاها على عباد الله، كتجمع في المشاهدات، العاقه ديال الارتس داخله ليها، والناس واخدين الامور بجديه انها دايره هاد البلانات وهما غير مسرحيه لاعبينها بعضياتهم. وفي الاخر كيخرجوا لك يعني ببلانات بعضياتهم وضايده فلوس ديال الارتس، والمشاهد كيبقى الاول والاخير مشاهد ما كيستافد من حتى شي حاجه. او بالاحرى الا شفنا ان السوشيال ميديا مؤخرا ولات ما عندها حتى شي محتوى هادف. العيالات طالقين على عباد الله وحنايا كنتبعوهم، او بالاحرى اللي ما عنده ما يدار كيتبع لهم نعيمه. وملي كتجي كتطرق على المواضيع بحال هاد المسائل كتبغي تناقش فيهم، بالاحرى انك تعطي تحليل منطقي للمشاهد، كتلقى الناس كيقولوا انت غير طالق علينا. انا باغي نوصل لواحد الميساج بانك انت مشاهد او مشاهده القناه ديال نعيمه البدويه، عطينا الريزلتا باش تستافدي. ما استفدتي شي حاجه، علموك تبرقيك، علموك انك تطلق وديناتك،
على عباد الله وبدون استفاده. اذا المشاهد او المتلقي المغربي هو متلقي من الدرجه الاخيره. كيفاش المتلقي من الدرجه الاخيره؟ المتلقي من الدرجه الاخيره انه ما كيستافد حتى شي حاجه من السوشيال ميديا، كيضيع الكونيكسيون عليهم وكتخلص واحد الخلصه شهريه. شوف على من كتعطي لك خلصه شهريه ديال الكونيكسيون، وملي كنجيو نناقشوا معاك كنلقاو ان راسك خاوي. اغلبيه الناس تعلموا الحظيره، تعلموا التبرقيق، تعلموا بزاف د الحوايج اللي دون استفاده. والرساله الاخيره للمتلقي او المشاهد المغربي، قبل ما تشوف ناعمه البدويه او مي ناعمه كما كتقولوا نتوما، قبل ما تشوف المحتوى ديالها او بالاحرى اللي يدخل انك تضيع واحد ساعه المكان ديال الكونيكسيون ساعتين، عرف بان داك الشيء ما غتستافد منه شي حاجه. الناس كيدخلوا المحتويات اللي هادفه في اليوتيوب، او بالاحرى الا دخلتي كاع تتفرج شي في الناسيونال جيوغرافي ولا شي مواضيع اللي مهمه، كاين قنوات كيعطيك استفاده. انا ما كنصحش بنادم انه ما يتبعهاش، كتبقى انت وضميرك. انا بالنسبه لي نعيمه البدويه واحد السيده ما كتستافد منها حتى شي حاجه، المحتوى ديالها غير هادف. حنا شفنا البلان اللي واقع لبنتها، او بالاحرى البلانات اللي لاعبين بيناتهم، ودخل على الخيط واحد السيد كيقولوا ليه يوسف ولا ما عرفت شكون هو، حتى هو كان لاعب اليبوك. الهم ديالهم هما المشاهدات والهم ديالهم هما العلاقه ديال الادسنس. انت كمتلقي بغيتيك تعطيني الاستفاده اللي استفدتي من الفيديوهات ديال المناهي. الا كنتي مريقل غتحط واحد الريزيطه تحط واحد الورقه وغتقول انا اشنو استفدت من المناهي. راه ما استفدتي حتى شي حاجه، باش تكون واضح انا وياك. وترى الناس راه دارت العاقه في اليوتيوب، دارت العاقه على ظهركم، راهم ولاو ضاربين الديوره ودايرين العجب راكبين على الروجيات وهذيك، وانت اش كتستافد؟ وهذه راه نصيحه، انا بغيتك ما تستافدش من هذه النصيحه اللي غنعطيك. انت غيبقاو عندك غير واحد الودنين ديال واحد الالف باش نكونوا واضحين. سير تفرج لك في ام نعيم وشد السول معاها، ترى سير طلع لها نعيمه راه دارت العجب، راكبه على الحديد ودايره الفيلا ودايره العجب، وانتوما طالقين بعضياتكم. الحظيره اللي جيتي تناقش معاه ما غتستافد منه حتى شي لعبه. انت كانسان اللي كنجيو نناقشوا معاكم، الاحياء الشعبيه لاحظنا بان جميع الاحياء الشعبيه تقريبا تعلموا غير التبرقيق والحظيره باش نكونوا واضحين. الاحياء الشعبيه راه كينبتوا فيهم غير دوك الناس اللي ما، ولكن راه هذا العالم الافتراضي اللي حنا ولينا كنشوفوه في الانترنت هو عالم كيعلم بنادم التبرقيق والحظيره باش نكونوا واضحين. انت كمتلقي سير دير شي حاجه في حياتك، سير قضي شي لعيبه، سير علم ولادك دخلهم بريفي ولا دير شي لعيبه، سير خدم على مستقبلك، بقى تابع لي امي ناعمه ولا امي سامحه. المهم هذا ميساج وصل لاغلبيه الناس. انا عارف اغلبيه الناس ما بغاوش يستافدوا، حتى الا بغيتي تناقش معاه احنا راه كنكبوا غير ما في الرمله. وتا المشاهدات من جينا دوينا على امي ناعمه والبنت ديالها وهاد البلان اللي واقع لهم راه تمثيليه باش نكونوا واضحين. وتشوف هاد الطويسات كتلقاهم البشر عامر، بغا تناقش اش غتناقش؟ بداو نكبوا حنا الماء في الرمله. سير اصاحبي هاد امي ناعمه شد معها السون. المهم تحيه كاع الاخوان المتتبعين اللي عارف ان هذا المحتوى هادف، عطيناكم الحقيقه في دقيقه. وتا دوك صحاب برانكات اللي طالقين عليكم سيروا تفرجوا فيهم. المهم تحيه خاصه لصحاب كرواسه وتحيه عامه لصحاب الشفنج، تا هما ما نساوهمش اراده الشفنج.